طبعا انا مش بحب احمد، انا بعشقه. ما هو بيقول نفس الكلام. الست دي عندي في حياتي حاجه كبيره جدا جدا. عايزه اقول لك ايه اللي يخلي حب بالقوه والصدق والعمق ده ينتهي؟ ليه ينتهي؟ لا، في فرق من الزواج ينتهي، في فرق من الحب ينتهي. مفيش حاجه اسمها كده، ولا تنسوا الفضل بينكم. ده انا لسه بقول لك ايه الحب الحقيقي اللي في حياتي، لما حبيت احمد اكتشفت ان انا ما كنتش بحب قبل كده، ان الحب اللي قبل كده ده انا ما حبيتش، ان احمد الحب اول حب في حياتي. لا، انا كنت فاكره ان قبل كده ده حب. لا، هو ده مش حب. لا، هو الحب الحقيقي احمد. لا، هو الحب الحقيقي احمد. انا لسه في قلبك يا بنت الناس ولا لا؟ ايوه لسه في قلبي. انت السكينه اللي عارفه اتعالج منها ولا عارفه اطلعها. دعيت ربنا ان انا انساك وارجع استغفر تاني. انا مش عارفه انت دعوه شر ولا دعوه خير. هو في البدايه انا اترشحت لمسلسل اخر نفس، وانا كان نفسي اشتغل مع ياسمين عبد العزيز، نفسي اشتغل معاها جدا. دي بدايه التعارف بقى، فياسمين شافتني فقامت حاطه دي على كتفي كده، فقالت لي كلمه كده فقمت انا ردد عليها، اللي هو بذبح له القطه يعني. وانا بقى عايز اشتغل معاها، انا بحبها كمان كممثله جدا. انا بشوف قامت جايه مسلمه عليا وبتاع مش وكان مفيش حاجه حصلت، فانا ما كنتش جايب النسخه معايا، نسخه السكريبت يعني. فقلت انا معيش نسخه بس هنبص عندك وبتاع، فقالت لي ماشي طبعا وبتاع مش عارف ايه. وقعدنا نتكلم وبتاع ضحكت خلاص بقى يعني قلبها مال. اللي بيحب ما بيفصصش يعني، اللي بيحب ما مش هقول لك بحب، انا بحبها كلها. وهي جت كده انا ما اعرفش جت ازاي، وهي ما تعرفش جت ازاي يعني. مش هقول لك مثلا عملت ايه فانا حبيتها، فاهم قصدي؟ هي جت كده يعني. هو يعني ايه الكيمياء. ياسمين عبد العزيز لا حد يجي جنبها ولا حد يجي قبلها، ولا اي حد ولا اي حد. مش عشان مراتي حقيقي، الادميه والنجوميه والتاريخ كل ده في صفها، فاهم قصدي؟ حتى لو انا نجم دلوقتي، لكن انا مش نجم زي ياسمين عبد العزيز. ياسمين عبد العزيز هي اهم نجمه في مصر. ليه؟ هي الوحيده اللي بتعمل افلام بتجيب ايرادات، فاهم قصدي؟ فمفيش بقى الكلام ده، فاهم قصدي؟ ان احنا قابل يعني ناجح جماهيريا يعني، فان احنا نعمل مسلسل مع بعض في رمضان وهي خارجه من نجاح كبير، نحب تاني ليه؟ وانا خارج من الاختيار. فيعني على قد ما احنا كنا خايفين على ان المسؤوليه يعني، بس ان شاء الله نعمل حاجه الناس